بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات أدوبي إنديزاين 2023. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على قائمة الأدوات في الإنديزاين. هنتكلم على الأدوات الأساسية، لكن في أدوات موجودة معانا هنا إحنا هنشرحها في فيديوهات منفصلة، عشان إحنا مش هنعرف ناخدها معانا في فيديو واحد مع بقية الأدوات. فإحنا النهاردة هنتكلم عن الأدوات الأساسية في البرنامج. أول حاجة معانا هي أداة الموف تول أو السلكشن تول. تمام، بتيجي بحرف الفي من لوحة المفاتيح. أنت لو جيت وخدت مثلا ريكتانجل زي ده كده، بتقدر إن أنت تحركه بأداة الموف تول كده. تقدر إن أنت تعمل له سكيل، تكبر، تصغر بالشكل ده من أداة سلكشن تول. وعندنا أداة الدايركت سلكشن تول اللي هي السهم الابيض ده، تقدر من خلالها ان انت تنشط اي كورنر كده او اي انكور بوينت، وتبدا ان انت تعدل كده بالشكل ده. حتى انت لو جيت وخدت مثلا البنتول ورسمت بيها اي شكل كده، ان كان بالشكل ده كده مثلا كده، اي انكور بوينت ممكن تقدر ان انت تنشطها كده وتبدا تحركها برضو بالشكل ده. وعندنا استخدام تاني برضو لاداه الدايركت سيلكشن. برضو لو جينا مثلا خدنا ريكتانجل زي ده كده، وجينا ضغطنا كنترول حرف الدي من لوحه المفاتيح، عشان ان انت تاخد اي صوره من دول كده وتدركها جوه الفريم اللي قدامك، هتبص تلاقيه بالشكل ده. طبعا احنا بنروح تحت هنا بنضغط على الفريم فيتنج كده مثلا عشان نجيب الصوره، او تبقى الصوره كده، تبقى الصوره كده، حسب ما انت عايز. مثلا بالشكل ده عايز تحرك الصوره انت طبعا، وانت على السلكشن تول بتقدر ان انت تخش وتعدل من الدايره دي مكان الصوره. اوكي، لكن لو ضغطت على الدايركت سيلكشن بتقدر ان انت تعدل على طول. بتجيلك الهاند اللي انت شايفها دي، بتعدل مكان الصوره او الجزء اللي انت عايزه باين في الصوره. نيجي بعد كده لاداه اللاين تول، ان انت بتقدر ان انت تسحب كده 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 تمام، وتدي لها ستروك، تختار لون للستروك مثلا، تبدا ان انت تزود حجمه كده. عايز تاخد كده كده تمام، برضو نفس الحكايه، بتزود الستروك. عايزه مستقيم بتضغط على شيفت قبل ما تشتغل وتضغط كده وتزود الستروك بتاعه بالشكل ده. وبرضو من خلال الدايركت سيلكشن تقدر ان انت تاخد اي نقطة من دول وتبدأ تحركها زي ما انت عايز بالشكل ده كده. هنشطهم كلهم ديليت. الاداة اللي بعد كده هي اداة البنسل تول. دي بتقدر من خلالها ان انت ترسم اي منحنى بالشكل ده كده. بنحولها طبعا لستروك ونزود كده الستروك. هنلاقي فيها انكور بينت كتير جدا، وفي تعرجات وتكسيرات في الرسمه اللي احنا رسمينها. لو ضغطنا كليك يمين هنا في اداه تانية اسمها السموث سول، في نفس مجموعه الادوات بتاعه البنسل تول هنختارها. ولو ضغطت كده وسحبت على الاجزاء المكسره، هتبدا ان هي تظبطها لك وتنعمها لك بالشكل ده كده. كل ما يقل عدد الانكور بوينت كل ما يزيد النعومه بتاعه الرسمه اللي انت راسمها. اوكي، لو كليك يمين تاني هنلاقي حاجه اسمها ايريز تول. دي اداه بتمسح بيها الاجزاء اللي انت مش عايزها كده. ماشي، طبعا هي كده مش متنشطه، بدوس كنترول واضغط على الشيب اللي انا عايزه او الجزء اللي انا عايزه بيتنشط معايا، وهي الاداه معايا برده نفسها، وابدا امسح كده الجزء اللي انا مش عايزه. تمام، عايز امسح هنا بمسح هنا كده. نيجي بعد كده للادوات الرسم الاساسيه اللي معانا، اللي هي الريكتانجل والاليبس والبلجون. لو ضغطنا كده، ده الريكتانجل بيجي لك بالشكل ده. عايزه نسبه وتناسب، مع الشيفت بتضغط كده بيجي لك مربع مظبوط كل الاضلاع متساويه. لكن انت لو ضغطت من غير اي حاجه بتبدا تعملها زي ما انت عايز. عايزه كده، عايزه كده، عايزه كده، نفس الحكايه. اللي بعد كده الدايره، نفس الحكايه برضو. لو ضغطت كده بتجيلك بشكل بيضاوي كده كده، مع الشيفت بتظبط معاك الدايره كده. نيجي على اخر شكل في المجموعه بتاعت الاشكال اللي هو البوليجون. بضغط كده واسحب، وانا ضاغط وبسحب كده مع الشيفت بتديني نسبه وتناسب. من غير الشيفت بتقدر ان انت تخلي الشكل زي ما انت عايز. تمام. وعندنا حاجه مهمه في الاشكال دي، ان انت لو حددت اي شكل من دول وضغطت ضغطه واحده هنا، بيجي لك الاوبشنز بتاعتها، بيقول لك العرض كام والطول كام. يعني مثلا انت عايز العرض كام وطوله كام، عايزه 5 سم مثلا في 3 سم، بتقول اوكي، بيجي لك الحجم بتاعه مظبوط كده. برضه نفس الحكايه مع الدايره، تضغط كده بتقول له كام، 4 سم في 4 سم، تقول اوكي، بيجي لك 4 سم. بتحدد انت المقاس اللي انت عايزه. لو جينا على البوليجون بتضغط عليه وتضغط هنا ضغطه واحده، بيجي لك مختلف شويه. ليه؟ انت عايز البوليجون ده عرضه كام؟ هو عايزه كده مثلا الهاي والويدز بتاعه مظبوط. طيب السيتنج بقى بتاع النمبر سايد، عايز كام عدد الاضلع بتاعته؟ عايزها 8، عايزها 4، عايزها 5.
مثلا خليها 8 تمام، بقول له اوكي بيديها لي 8 بالشكل ده. لو انا عايز اقل من كده برضو بتضغط ضغطه واحده كده وبتقلل العدد بتاعه، عايزه زياده خليها 10 15 20 11 اوكي بالشكل ده. نيجي بعد كده للاداه المهمه جدا اللي هي فري ترانسفورم تول. اداه الترانسفورم لو ضغطنا على اول واحده كده وجينا نشتغل بص تلاقيها بتكبر معاك وتصغر كده من اي اتجاه انت عايزه بالشكل ده. الاختيار الثاني اللي هي روتيت، بتقدر من خلالها ان انت تعمل دوران للشكل بتاعك، تضغط كده وتسحب هتلاقي تحت كده في دايره بني، دي نقطه الارتكاز اللي هي تحت دي، وبعد كده بتبدا ان انت تلف كده وتدور حسب ما انت عايز في المكان اللي انت عايزها كده مثلا تمام، عايزها كده او تخش كده زي ما انت عايز. نيجي للاختيار اللي بعد كده اللي سكيل تول، اسحب من اي اتجاه يكبر لك ويصغر لك كده نسبة وتناسب بالشكل ده، لكن من اتجاه واحد. يعني ايه من اتجاه واحد؟ يعني لو بصينا هنا كده، احنا هنا العلامة فين؟ في الكورنر ده، العلامة البيضة دي. لو جبنا العلامة هنا وتيجي تكبر هيكبر معاك بالشكل ده. ايه لو جبنا العلامة فوق هنا وتيجي تكبر هيكبر معاك في الاتجاه المعاكس له. يعني النقطة دي نقطة الارتكاز ويكبر في الاتجاه ده، منها في الوسط كده يبدأ يكبر كده ايه من السنتر بتاع، لو دوسنا شيفت هيبدأ يكبر كده نسبة وتناسب. نيجي للاختيار الأخير اللي هو شير تول، ونيجي كده نحرك بيعمله متوازي بالشكل ده تمام، كده بيعملوا بشكل متوازي. لو جينا بقى على الاشكال اللي في الجنب دي نفس الاشكال اللي موجوده هنا دي، لو جينا مثلا واخترنا الريكتانجل الاولاني وضغطنا وسحبنا كده هنلاقيه في علامه اكس وفاضي من جوه، لا له فيل ولا له ستروك. لكن الريكتانجل هنا او الاشكال هنا انت بتضغط وتسحب كده بيديك فيل وبيديك ستروك. الادوات دي بتستخدم في ادراج صور، ادراج تكست او كده. مثلا لو جيت كده كنترول دي ودخلت وخدت مثلا الشكل ده وجيت كده هتبص تلاقيه دخل جوه ايه الفريم اللي احنا كنا راسمين تمام. لو جينا ورسمنا مثلا دايره كده وخلينا الاستروك مكان الفيل كده من هنا كده بدلنا وزودنا الاستروك بالشكل ده اوكي، وحبينا نقص جزء منها، في هنا عندي علامه المقص دي او حرف السي من لوحه المفاتيح، ضغطنا كده نيجي هنا كده نضغط ضغطه واحده ونيجي هنا مثلا كده ونضغط اول ما المؤشر كده يتغير معايا لحرف الزائد ده بضغط كده ضغطه واجي اشيل الجزء المقصوص كده. فدي هي فايده المقص معانا ان هو بيقص اجزاء معينه من الشيب اللي انا شغال عليه. نيجي بعد كده لاداه الاي دروبر اللي هي اداه القطار اللي قدامنا دي، كليك يمين عليها كده في عندنا 3 ادوات. اول اداه معانا اللي هي الكلر سيم او شيفت حرف الاي من لوحه المفاتيح، نضغط عليها كده. اول ما بنضغط عليها بيجينا الشكل اللي انتم شايفينه ده اللي هو ده. بيجي لك ليه؟ لان انت مثلا لو جيت تاخد الوان من هنا من الصوره دي كليك عليها كده بتجيب لك درجات الالوان اللي موجوده في الصوره. لو ضغطت هنا كده هتلاقي كل الالوان اللي موجوده في الصوره كده بالشكل ده، كلرفول، برايت، دارك، ديب، المود بتاع الالوان اذا كان فاتح اذا كان غامق اذا كان لامع، الحاجات دي. خلينا مثلا احنا هنيجي على ده ونختار ده تمام، ونيجي هنا كده نضغط، خدنا ده وجينا هنا ونضغط. يعني انت ممكن من الصوره دي تبدا تغير جميع الالوان اللي موجوده حوالين التصميم. خدنا ده مثلا ضغطنا عليه ونيجي على دي ونغيرها، ده ضغطنا عليه كده وجينا هنا كده نغيرها. ما عجبناش الالوان بضغط هنا واختار مثلا الالوان البرايت دي، اخد ده واغير ده كده، اخد الغامق ده واغير ده كده بالشكل ده. يبقى انت كده عملت معاك باليت الوان جديد. فانت براحتك خالص من اي صوره من اي لون موجود عندك تقدر ان انت تغير الالوان بتاعتك من اول اختيار معانا اللي هو الكالر سيم تول. اما الاي دروبر فانت بتيجي تنشط اللون اللي انت عايزه وبتاخد درجه اللون كده هو اتغير معاك، وبتتغير شكل الايقونه بتاعه الاي دروبر بالشكل ده. يعني لسه فيها الوان، هي لو بصيت كده هتلاقي فيها كده زي السرنجه كده قطره فيها الوان لسه، بتيجي هنا تغير نفس درجه اللون كده، تغير كل الالوان اللي حواليها بنفس درجة اللون، او تغير لونين 3 انت عايز تغيرهم في مكان معين. وهنا الاداة بتاعت الزوم تقدر من خلالها ان انت تكبر بالشكل ده تمام. طبعا انت الاختصارات هتكون افضل معاك اللي هو كنترول زائد، كنترول سالب، كنترول زيرو بتعمل فت للصفحة كاملة. عايز جزء معين تكبر عليه بتدوس الت وتسكرول كده بالماوس هتكبر وتصغر معاك بالشكل ده تمام. بعد كده الهاند اللي انت شايفها دي بتقدر ان انت تسحب كده الصفحة بتاعتك، وايه لو انت كبرت مثلا كده وعايز ان انت تسحب كده وتشوف، لكن انت بتقدر تستغنى عنها ان انت بتضغط على المسطره تديك نفس ايه الهاند كده، وبتبدا برضو تمشي جوه الملف بتاعك بالشكل ده.
كنترول 0 بتجيب تعمل لك الفيت. تحت هنا ده الفيل اللي هو لو جبت ريكتانجل كده الحشو الداخلي ده او اللون الداخلي ده هو الفيل زي ما مكتوب هنا كده، تضغط كده وتغير الفيل براحتك. تحت هنا كده ده الاستروك، الاستروك هو اللي هو اللاين الخارجي، تضغط هنا كده وتيجي تغير الاستروك وتكبره من هنا بالشكل ده، ده الفيل وده الاستروك. وبكده يبقى احنا يعني ايه مشينا كده فيديو سريع على الادوات الاساسيه اللي موجوده معايا في البار تول. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوناش يا جدعان تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب عشان القناه الناس تتفاعل معاها. وختاما اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.